سفرة رمضان ما تحلاش من غير كباب الحلة اللي على طريقتي، ومش هتعملوا احلى منه في حياتكم. يلا بينا على طريقته ومقاديره. هنحتاج معلقتين زيت مع مكعب زبدة. كباب الحلة بيحب الزبدة اكتر من السمنة. هنحط عليهم نص كيلو قطع اللحمة المكعبات بتاعتنا ونسيبهم على نار هادية حوالي ساعة الا ربع. وبعدين نرجع عليهم تاني، نكون عاملين احنا بقى بصل صغنن كده، القوارمة الصغير، لغاية ما يدبل بالشكل ده. وبعدين نروح مزودين عليهم التوابل، ملح وفلفل وبهار حلو وجوز الطيب. وبعدين نسيبهم تاني حوالي ساعة الا ربع على نار هادية لغاية اما البصل هتلاقوه دبل خالص ونزل كل ميته وداب بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. وبس هنروح حاطينه بقى في اطباق ونقدمه، وهتاكلوا احلى كباب حلة. عشان كباب الحلة يبقى طري قوي معاكم، جربوا تحطوا معاه معلقتين كبار لبن او قطعة قشطة صغيرة. شايفين بقى قطع اللحمة محافظة على شكلها وفي نفس الوقت دايبة. وبس كده وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها، وتعملوا لنا سبسكرايب.